صادق البرلمان الألماني على إدراج تونس والمغرب والجزائر ضمن لائحة الدول الآمنة في مسعى إلى منع مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء. يسعى المشروع الذي تدعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تقييد وصول المهاجرين من المنطقة المغاربية وسط توقعات بأن تتصدى مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي للقرار، خاصة وأن المنظمات الحقوقية تعتبر الخطوة انتهاكا لحق اللجوء. وقد وصل نحو 26 ألف شخص من البلدان المغاربية العام الماضي إلى ألمانيا ليمثلوا أقل من 1% من طالبي اللجوء. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الخبير في شؤون الهجرة عبد الواحد أكمير. سيد عبد الواحد، أهلا بك دائما معنا في الأولى من سكاي نيوز عربية. سأبدأ معك من حيث انتهى هذا الخبر. الأرقام الأخيرة للسنة الماضية، يعني ذكرنا 26 ألف شخص وصلوا من البلدان المغاربية إلى ألمانيا وهم يمثلون أقل من 1% من طالبي اللجوء. ما الذي دفع إذن البرلمان الألماني لاتخاذ هذا القرار الآن؟ طيب، هم يشكلون ثقل لأن هناك 26 ألف شخص، وألمانيا انتهجت سياسة أرادت أن تميز بين اللاجئين السياسيين ولاجئو الحرب، فهي الآن تريد فقط أن تمنح اللجوء للذين يفرون من الموت، ولا ترى بأن بلدان المغرب العربي فيها يعني صراع مسلح أو فيها خطر يهدد الناس في أرواحهم، بل هناك هامش من الديمقراطية يهم حقوق الإنسان، يهم حرية التعبير، وهي الذي طبقته على المغرب العربي، طبقته على بلدان البلقان، طبقته على بعض البلدان الإفريقية مثل السنغال وغانا، وأكثر من ذلك تنوي أن تطبقه على بعض البلدان التي لا يوجد فيها استقرار كبير مثل أوكرانيا ومالي، لأن إعطاء حق اللجوء مكلف جدا. فحسب تقرير وزارة المالية الألمانية في السنوات الخمس المقبلة ستكلف قضية اللجوء الميزانية الألمانية 94 مليار يورو، وبالتالي هي تريد أن تخفض من هذه النفقات. طيب سيد عبد الواحد، الإجراء كما ذكرت من شأنه إذن تخفيف تدفق المهاجرين من هذه الدول التي ذكرناها إلى ألمانيا. إلى أي مدى برأيك يمكن أن تصل ألمانيا إلى مبتغاها؟ وهل يمكن إيقاف ما يريد الذهاب من هذه الدول إلى ألمانيا مثلا؟ في الحقيقة هناك تجاوب إيجابي من قبل البلدان الثلاث. ففي شهر فبراير وزير الداخلية الألماني زار البلدان الثلاث فعبرت عن استعدادها للتعاون. هناك فرق بين الوضعية بالنسبة للمغرب والجزائر والوضعية لتونس، لأن مع المغرب والجزائر ألمانيا لها اتفاقية إعادة، مع تونس ليس لها اتفاقية، ولكن تونس كذلك قابلت. المشكل كان يطرح من قبل أن هذه البلدان الثلاث ترفض استقبال مواطنيها إذا لم تكن لهم جوازات سفر، لأنهم يتشبتون بالقانون الدولي، والقانون الدولي يمنع إعادة مجهول الهوية، والكثير منهم كان يندس مع اللاجئين السوريين، وبالتالي يصعب فرزهم. الآن التجاوب الذي حدث من قبل هذه البلدان أنها قبلت العمل بما يسمى بالبصمة الإلكترونية، وبالتالي ستساعد إلى حد كبير على معرفة هوية هؤلاء اللاجئين من البلدان الثلاث. سيد عبد الواحد، المغرب والجزائر أكثر لنقل استقرارا من تونس نسبيا، هل يمكن أن يؤدي برأيك أي تطور ميداني أو أي عمل إرهابي داخل هذه الدول إلى مراجعة هذا القرار الألماني؟ لا أظن أستاذة شانتال، أنت تعرفين بأن الإرهاب يهدد حتى ألمانيا. الإرهاب اليوم يمكن أن يهدد أي بلد، وبالتالي لا يمكن أن يدعي أي بلد أنه في حماية مطلقة عنه. الآن عملية إرهابية لا تعني عدم استقرار سياسي، وبالتالي هذه البلدان ملتزمة مع ألمانيا، وألمانيا كانت واضحة. نعرف البراغماتية الألمانية. قال وزير الاقتصاد الألماني أن هذه البلدان لا يمكنها أن تستفيد من الدعم الألماني ولا تساعد ألمانيا في استقبال مهاجريها. وألمانيا التزمت أولا بإقامة بعض المشاريع التنموية
لمساعدة هؤلاء المهاجرين الاقتصاديين لكي لا يهاجروا، وكذلك التزمت بتقديم الدعم في إطار الاتفاقيات التي لهذه البلدان مع الاتحاد الأوروبي سواء في مجال الفلاحة أو الصيد البحري لدعم هذه الاتفاقيات، وبالتالي هناك إغراءات لإقناع هذه البلدان باستقبال مواطنيها. بالفعل كما ذكرت سيد عبد الواحد، ألمانيا كانت واضحة فيما يخص هذا القرار، لكن اليوم أيضا منظمات حقوقية تعتبر هذه الخطوة انتهاكا لحق اللجوء. كيف يمكن أن يسير الموضوع يعني في ظل توقعات أيضا بأن تتصدى الأحزاب المعارضة لهذا القرار؟ طيب، يجب هنا أن نسجل بأن الحكومة الألمانية بين مطرقة المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية، وسندان اليمين المتطرف. لا ننسى الحملة التي يقوم بها حزب البديل من أجل ألمانيا أو حركة بريغيدا، فهذه التيارات المتطرفة تستعمل ورقة الهجرة. لاحظ بأن حزب البديل من أجل ألمانيا في 3 سنوات كسب قاعدة لا يمكن أن نتخيلها، 14% من الناخبين يفكرون في التصويت عليه، وبالتالي فالحكومة الألمانية لا يمكنها أن ترضي المجتمع المدني لأن هناك حسابات سياسية. وهنا اسمح لي أن أوضح نقطة: صوت البرلمان الألماني فعلا على أن هذه البلدان الثلاث تعتبر بلدان آمنة، ولكن الآن المشروع سينقل إلى مجالس الولايات، والحكومة الائتلافية ليست لها أغلبية في هذه المجالس، وبالتالي لم يتم الحسم النهائي لحد الآن. شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات. كان معنا من الرباط الخبير في شؤون الهجرة عبد الواحد الكمير.